بيبدأ فيلم النهارده بساحرة اسمها إيلين، وكانت مسافرة على بلد بعيدة، وبنعرف إنها كانت هربانة عشان سممت طليقها، وكانت بتقول لنفسها هبدأ حياة جديدة في بلد هادية وغابات وأشجار كتيرة ومحدش يعرفني فيها. وكانت بتفكر في طليقها جيري، وبتفكر في اللي هي عملته فيه، وبتقول مسكين وزعلت على موته قوي. وبتقول كمان إن دكتورها النفسي قال إنها كويسة وحالتها مش صعبة. وهي على الطريق عربية شرطة وراها واترعبت، وطلب منها إنها تركن على جنب. وبعد ما وقفت نزل لها ظابط اسمه جيف وقال لها فوانيس عربيتك مش شغالة وكده مخالف. وفرحت طبعا انها مش مطلوبه، وقالت له اسفه وقال لها مش هعمل لك مخالفه المره دي، وسابها ومشي. وهي طلعت بالعربيه ودخلت على المدينه، وكانت بتقول لنفسها ان الرجاله ضعفة بس لازم نتعامل معاهم بحذر وذكاء. بعد شويه وصلت على البيت اللي هتعيش فيه، وكان بتاع واحده صاحبتها واسمها برباره. وهي داخله قابلتها واحده اسمها تريش ورحبت بيها وقالت لها انت حلوه قوي، وقالت لها انها مصممه الديكور بتاعه البيت وان المفاتيح معاها. وبعد ما دخلوا إيلين قالت لها ان بربره صاحبتها وتعرفوا على بعض في سان فرانسيسكو، وطلبت من تريش انهم يروحوا يشربوا قهوه. وتريش قالت لها تمام، في مكان حلو جدا وقريب مننا. بعد شويه نزلوا وراحوا على المكان وكان جميل فعلا. وإيلين حبت المكان وابتدت تتكلم عن فتى احلامها واللي هي بتحبه في الرجاله، وكان واضح عليها انها بتحب الرجاله قوي. وحكت لها كمان عن طليقها جيري، وانه بعد ما مات هي اتولدت من جديد وبقت ساحره. وتريش كانت مستغربه الكلام وما كانش عاجبها. وابتدت إيلين تحكي لها عن صاحبتها بربره وصاحبها قيان، وان هم اللي حببوها في السحر وفي الحياه الجديده. ومن كتر كلامها الحلو عن الرجاله تريش قالت لها لا، مش لازم ننفذ لهم كل اللي هم عايزينه، ولازم نتساوى بيهم. وحكت لها عن جوزها ريتشارد وانها بتعامله بشده، وانه مش لازم يتعامل على انه امير. وكان رد إيلين انها ما تقدرش تعمل كده، وانها مدمنه حب. وهما بيتكلموا ريتشارد جوزها دخل وبص لإيلين قوي، وبعدين عرفتهم على بعض وبصت له بصات غريبه. بالليل وكانت في البيت وبترسم رسومات مش مفهومه، وبتحضر خلطات سحريه من الاعشاب، وكانت بتعمل كميات كبيره، وكانت بتصبها في ازايز، وده عشان تستخدمها في التعويذات والسحر اللي بتعمله. وكانت مستمتعه قوي ومبسوطه. وبنعرف ان التعويذه دي تعويذه الحب عشان اي راجل يبص لها يحبها على طول. وحضرت الطقوس وابتدت، وكانت بتطلب من الالهه بتوعها رجاله حلوه، وكانت بتقول انها هتحبهم قوي وعايزاهم يحبوها زي ما هي بتحبهم واكتر. تاني يوم الصبح نزلت والكل بيبص عليها قوي، وكانت رايحه محل عطاره تبيع اعشاب السحر. ودخلت وعرضت على البنت اللي شغاله ازايز السحر بتاعتها وعجبتها، وقالت لها هشتري الكميه كلها. وبعد ما خلصت خرجت وراحت قعدت في حديقه وابتدت تاكل، وكانت بتقول لنفسها انا ساحره عشان اخد كل اللي انا عايزاه. وهي قاعده بصت قوي، وكان راجل واقف مع صاحبته، واول ما شافها ساب صاحبته وراح عليها وقال لها اليوم جميل والطبيعه حلوه. وقالت له انها عارفه انه بيحب الطبيعه والغابه، والراجل كان مستغرب. وقال لها فعلا انا عندي بيت في الغابه وبروح عليه كتير مع صحباتي. وبسرعه قالت له مش عايز تاخد بنت جديده على هناك؟ وقال لها طبعا عايز. وكان بيقول لنفسه ايه السهوله دي، واخدها ومشي. وصاحبته واقفه بتتفرج ومش فاهمه اللي حصل وما كانتش مصدقه. ركبوا العربيه ومشوا ووصلوا على البيت في الغابه، وكان الليل دخل. وهم في العربيه قالت له خد اشرب ده الاول، وده كان مشروب الهلاوس والموت البطيء اللي هي عاملاه. واخد الازازه وشربها كلها. ولما دخلوا راحت المطبخ وقالت له هعمل اكل عشان نتعشى الاول. وقعدوا فعلا وشربوا واكلوا. وبعد شويه راين عرفها ان هو استاذ في الجامعه وبيحب شغله، وكان ابتدى يدوخ. وسالها عن المشروب اللي هي اديتهوله، وقالت له انه اعشابها هلوسه، وكان مبسوط قوي. وقال لها انها شخصيه مريبه. وبعدين طلعوا مع بعض على فوق وعاشوا حياتهم. وبعد شويه قال لها انه حاسس بشعور غريب، وانه بيحبها قوي وعايز يرتبط بيها. وابتدى يعيط زي العيال الصغيره، ويقول لها انه خايف وتعبان. شويه ونزلت تحت وبتقول لنفسها طلع عيل وجبان، وانا اللي كنت فاكره ان انا لقيت الحب الحقيقي. نامت وصحت تاني يوم الصبح وعملت فطار وراحت لراين، وكان تعبان جدا وبيقول كلام غريب وشكله غريب. وبيقول لها انه حلم امبارح باحلام غريبه، وسالها ان كانت بتحبه فعلا ولا لا. وبعدها نزلت تحت وفتحت الكوتشينه والقلب كان فيه سيوف. وطلعت جري عند راين ولقيته ميت طبعا. سابته وراحت حضرت ازازه وعملت حاجات غريبه. واخدت راين عند الجنينه وحفرت حفره كبيره ودفنته، وحطت على قبره الازازه، وبعدين ولعت في الجاكيت بتاعها. ودي كانت طقوس. وتاني يوم الصبح اخدت عربيته ورجعت بيها على المدينه، ورجعت على بيتها وكانت بترسم الرسومات الغريبه بتاعتها. وبعد شويه تريش راحت لها وقعدت معاها، وحكت لها إيلين انها اتعرفت على واحد وحبته بس طلع مش تمام. وقالت لها تريش انها مسافره على دالاس عندها معرض هناك وهتغيب شويه، وان ريتشارد جوزها مش هيسافر معاها عشان شغله. وفي نفس اليوم بالليل في البار، وكان الناس بيتكلموا ان البلد ظهر فيها اكتر من جثه الفتره الاخيره، والجثه بيبقى منحوت عليها رموز ونجمه خماسيه، وان شكل الساحرات كده رجعوا البلد. وفي نفس المكان ظهرت اخيرا بربره صاحبه البيت وصاحبه إيلين. وكانت إيلين بتقول لها انها كانت لازم تسافر عشان الشرطه ابتدوا يضايقوها من بعد موت جيري جوزها، مع انهم ما قدروش يثبتوا عليها حاجه. وبنعرف ان بربره هي كمان ساحره، وإيلين حكت لها على راين. وكان راي بربره انها مش لازم تلعب بتعويذات الحب وتاخد بالها. ووصل قيان وسلم على إيلين، وده كان الساحر الكبير بتاعهم، وقال لها انه سمعهم هم بيتكلموا عن التعويذات. وعرف إيلين ان التعاويذ ما بتشتغلش زي ما هم عايزين بالظبط، وانها برضه ليها اضرار.
وهما بيتكلموا واحد من الموجودين قال لهم لازم تروحوا على بلدكم، الصحراء مش مرحب بيهم هنا. وكيان قال لهم محدش يرد عليه وسيبوه يتكلم. وابتدى يحكي لإيلين عن انواع السحر الجديده اللي هو بيتعلمها، وقال لها كمان ان هو جايب بنتين جداد وهيعلمهم السحر. والبنات وصلوا وكانوا توأم وعرفهم عليها. بعد شويه روحت إيلين، ودايما كانت بتمسك صور جيري وبتفتكر كلامه الحلو ليها. بنروح لاسم الشرطه، وكان الرقيب جيف لسه مترقي وكان صعب وما بيحبش الستات، وكان المساعد بتاعه الرقيب ستيف. وبعد ما دخلوا المكتب جت صاحبه راين وطلبت تقابله، وكانت رايحه تبلغ ان راين اختفى بقاله اسبوعين ومش باين. وقالت لهم انها كانت معاه اخر مره ظهر فيها، وانه اتعرف على ست غريبه ومشي معاها. وعلى طول نزلوا الظباط ومعاهم تشيلي وراحوا على بيت راين اللي في الغابه. ودخلوا بسرعه، وطبعا عرفوا انه كان معاه واحده ست في البيت، وكانت ريحه البيت وحشه قوي والاكل مكانه. نزلوا على الجنينه وشافوا مكان الدفن بتاعه والازازه بتاعت إيلين، وقالوا انه اكيد مدفون هنا، وابتدوا يحفروا فعلا في المكان. بنروح لإيلين، وكان ريتشارد جوست ريش قاعد معاها، وبنعرف ان هي اللي اتصلت بيه وعزمته على العشاء. وكان بيقول لها ان هو مبسوط انها كلمته لانه قاعد لوحده بعد ما مراته راحت على الشغل، وابتدت تعمل الاسطوانه بتاعتها انها وحيده ومش لاقي حد يحبها. وريتشارد كان متجاوب معاها ومتاثر، وطبعا عزمت عليه بالمشروب بتاعها، وهو على طول شرب الكميه كلها. وابتدى يحكي لها ان هو مش سعيد في حياته وانه تعبان مع مراته، وحكى لها على كل مغامراته. وبعد شويه ابتدى يدوخ وهيبدا الهلوسه، واخدها وطلع على فوق، وطبعا مش محتاجين شرح. وكان الضابط جيف ابتدى يدور في موضوع السحر، وقال لزميله ان هو هيروح لاستاذ كبير في السحر ويساله عن شويه حاجات. وده طبعا بعد ما لقوا الازازه جنب جثه راين، وكانوا عرفوا ان سبب الوفاه اعشاب مسمومه وبتعمل هلوسه قبل الموت. وفعلا راحوا قابل الاستاذ اللي قال عليه وشاف الازازه، وقال له دي بتاعه ساحره، وقال له ان الساحرات رجعوا البلد تاني وابتدوا يشتغلوا من فتره. وحكى له عن طقوسهم وتعويذاتهم وفهموا حاجات كتير عنهم، وكانوا فعلا متجمعين كلهم وبيعملوا الطقوس بتاعتهم في مكان سري، وإيلين كانت هناك. وراح لها قيان وقال لها ضحاياكي بقت كتير، وقالت له مش فاهمه قصدك ايه، وسابته ومشيت. وبنروح لريتشارد، وكان تعبان وبقى بيشرب على طول وماسك الكوتشينه. وكانت مراته رجعت، وكانت تصرفاته غريبه معاها وبيعاملها وحش، وكانت مستغربه وقلقانه عليه. وبعد ما راحت تنام قعد يعيط زي العيال الصغيره، وده كان مفعول الاعشاب. الصبح طلع وجيف راح على محل الاعشاب السحريه، وقابل صاحبه المحل وسالها على الازايز ومين اللي باعها لها، وجاوبته انها اشتريتها من واحده اسمها إيلين. وكانت إيلين في البيت وبتعمل ازايز تانية، والباب خبط. ولما فتحت كان جيف، وقال لها ان هو ظابط من اسم الشرطه، وقال لها ان في جريمه قتل وتحقيق وان هو هيستجوبها. سالها عن راين وقالت له انها ما تعرفوش. وسالها انت ساحره؟ قالت له اه ساحره وما عملتش حاجه غلط القانون يعاقب عليها. وابتدت تكلمه بحنيه وتقول له انها ما تقدرش تاذي حد. وعيطت، وطبعا صعبت عليه وتاسف لها ان كان زعلها. ولفت وبصت له البصه بتاعتها، وقالت له ان هي شافته قبل كده، وانها حاسه ان هو قدرها ومستقبلها. وشكله كان مبسوط من كلامها، وقال لها ان واحد صاحبه عنده مزرعه كبيره واسطبل خيل وعامل حفله، وانه عازمها هناك بكره. تاني يوم الصبح وراحوا فعلا، وكانوا مع بعض وراكبين خيل، ونزلوا من على الحصينه. وقال لها انت حبيبتي النهارده، وسمعوا صوت مزيكا، وقال لها يلا نروح نشوف في ايه. ولما وصلوا كانت حفله، وطلع صحابها السحره هم اللي كانوا عاملين الحفله، وقيان وبرباره كانوا هناك. ولما شافوهم سالها جيف لو تعرفهم، وقالت له اه دول صحابي. وواحد منهم قال دول امير واميره ولازم نعمل لهم حفله جواز. وبالفعل ابتدوا يجهزوهم كانهم عرسان وكانه فرح، وطبعا ما كانش حقيقي، ده كان زي لعبه العريس والعروسه. وكان شكلهم حلو قوي وكانهم امراء بجد. وقعدوا واستمتعوا باليوم. وجيف كان بيقول لنفسه ده مش جواز، وانا ما بحبش حد، وكل ده هزار. الراجل اللي يحب يبقى ضعيف، اللي يقرب من الستات اكتر هيعرف حقيقتهم ويكرههم. تاني يوم في القسم، والمساعد راح لجيف وقال له عندي معلومات جديده عن إيلين. وقال له جيف لازم نسيب القضيه دي، والقانون ملوش دعوه بالساحرات. ورد ستيف عليه وقال له انه عارف انها كانت متهمه بقتل طليقها جيري، وقال له ان الست دي خطيره ولازم نراقبها. وجيف ما كانش مهتم بكلامه وكان بيدافع عنها، وستيف كان مستغرب منه قوي. بنروح عند تريش، وكان ريتشارد بقى واحد تاني، وندهت عليه وما ردش. دخلت عليه الحمام ولقيته انتحر ومات ريتشارد. بعد كام يوم قابلت إيلين وحكت لها على الفتره الاخيره مع ريتشارد، وانها حاسه انها كانت معاملتها وحشه معاه، بس حاسه كمان ان في ست دخلت حياته الفتره الاخيره، وانها لازم تعرف الست دي اللي كانت السبب في موته. وإيلين حكت لها انها بتحب جديد وهتتجوز قريب، واديتها الخاتم اللي جيف لبسه لها، واستأذنت وقامت ومشيت. وبعد شويه اكتشفت تريش انها نسيت الخاتم معاها، واتصلت بيها بس ما ردتش، وقامت وراحت لها على البيت، وطبعا معاها مفتاح، وفتحت ودخلت. إيلين ما كانتش موجوده، وتريش دخلت اوضتها وابتدت تجرب لبسها وحاجتها وتحط روج ومكياج من بتوعها. وهي بتبص شافت صوره جوزها ريتشارد، وشافت تعويذه وهي عليها اسمه وصورته وهو مع إيلين، وفهمت كل حاجه. دخلت إيلين وكانت عايزه تضربها، ومسكوا في بعض، وقالت لها انت اللي موتي جوزي، ونزلت فيها ضرب.
وسابتها وقالت لها مش هسيبك ولازم اخد حقي. في نفس اليوم بالليل وجي فرح على البار، والبنتين الصحراء الجداد كانوا بيعملوا عرض، ونفس الراجل كان بيقول دول اصحاب الصحراء واكيد صحراء زيهم، وبيقول انهم بقوا موجودين في كل مكان وهيدمروا المدينه. وصلت إيلين وقعدت مع جيف وقال لها ان نتيجه الفحص وصلت، والتحاليل قالت ان اللي كان في الازازه حاجات تخصك، وكمان تريش اتهمتك بقتل جوزها. ردت عليه وقالت له حتى لو انا شريره هتحبسني؟ قال لها انت مش طبيعيه، انت مريضه. وقالت له انها ما قتلتش حد، هم اللي ماتوا من الحب، وكان رده ان ده جنون، وانهم ماتوا من التعاويذ والاعشاب السامه بتاعتها. وقال لها انها عامله زي الحفره الكبيره وعامله نفسها مطيعه وطيبه وفاكره الرجاله كلها زي بعض. وقال لها عايزه اقول لك انا ما بحبكيش. ابتدت تتنرفز وتعلي صوتها، والموجودين كانوا سامعين كل الكلام، وكان جيف قرر ان هو يعتقلها. وهما بيتكلموا واحده قالت هي دي اللي قتلت المعلم ولازم تموت، وهجموا عليها وقالوا لازم نخلص على الساحره. وحاول جيف يدافع عنها وهم ماسكينها وعايزين يموتوها، وقدر ينقذها جيف فعلا، وطلعوا جري على العربيه وقدروا يهربوا منهم. راحوا على البيت عندها وكانت جايبه له المشروب وبتقوله انها بتحبه اكتر من اي حد، واخد منها الكاس وحدفه على الارض، وكان بيبص لها جامد وابتدت تخاف منه، وشافت فيه كل الضحايا راين وريتشارد وطليقها جيري. وطلع جيف على السرير وراحت مسكت السكينه وضربته بيها، وكانت مبسوطه وبتقول بيحبني وهيطلب مني الجواز، وبتفتكر اليوم اللي كانوا فيه مع بعض ومات جيف. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.